سلام عليكم. اوعي تاني تشتريها وفي البيت اعمليها، رمضان ما يحلاش غير بيها، بالفواكه او سادة حضريها. الزبادي الكريمي حاجة كده تحفة. واو الواو. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا ده لبن، دي كمية من اللبن. انا متعودة معاكم ان انا اجيب اللبن واغليه واكيسه اكياس، كل كيس كيلو مثلا او حسب احتياجي. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، ده لبن من عند اللبان بالوش بتاعه. انت لو حابة تجيبي لبن من اللي هو الشركات براحتك خالص، لو حابة تجيبي لبن كيلو وحده براحتك خالص. على العموم هو كل كيلو ليه علبة من الزبادي، كل كيلو ليه علبة من الزبادي. هنضربها مع بعض دلوقتي في الخلاط. هو ده السر. حابة تحطي معاها معلقة كريمة، حطي كريم شانتيه. حابة تحطي اي اضافات تانية براحتك خالص. المهم ان انتي لازم بعد ما تضربيها في الخلاط تصفيها. شايفين منظر الزبادي كريمي وحاجة كده تحفة ومتماسك، حاجة حلوة جدا. لو انت حابة ان انت تعملي الزبادي بتاعك شايفين الوش بتاعه والقشطة قشطة 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 يعني. لو حابة تعمليه بالفواكه طبعا، انا بحط مربى. يعني هنا حاطة مربى فراولة. لو عندك اي نوع من المربات انت عاملاها ممكن تحطيها كويس خالص عادي. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب انا هنا معايا الكيس اللي انا كنت غليه، طلعته من الفريزر ساح شوية وهغليه تاني على النار بحيث ان انا اتأكد انه مش قاطع او اي حاجة من الركنة في الديب فريزر. لو انت هتجيبيه من عند اللبان تغليه براحتك خالص. المهم احنا بنغليه بس كده علشان نموت فيه الميكروبات والحاجات اللي احنا فاهمينها. شايفين القشطة بتاعته حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين في المعلقة كمان لازق القشطة بتاعته واللبن تقيل ازاي، حلو جدا جدا جدا. بعد ما هغليه دلوقتي في بس كده اخليه لغاية ما يبقى زي دمعة العين. انا حشت بصراحة معلقة قشطة كده على الوش كنت عايزاها. وهنا بقى حطيت الزبادي في الخلاط هضربهم كلهم. الكيلو ليه معلقة من الكيلو ليه علبة من الزبادي. بضربها كويس جدا في الخلاط. اهم خطوة بقى ان انا لازم اصفيها. حابة تحطي لبن بودرة حطي معاه، حابة تحطي اي حاجة حطي. شايفين بعد ما صفيته برضو رجعته في الخلاط تاني وصبيته. وهجيب بقى بعد كده صينية وهعمل لها زي حمام مائي. يعني هحط المية جوه الصينية، المية السخنة جوه الصينية، وهولع الفرن بتاعي اسخنه. وبعد كده هسيبه، طبعا مش هولع عليه الفرن، انا بس على اساس انه يبقى مكان دافي. هنا حطيت معالق من مربى الفراولة بالشكل ده كده. تمام تمام. وبس كده. شايفين دي حمام مائي، حمام سخن. جبت صينية وحطيت فيها مية سخنة وحطيت فيها الزبادي بتاعتي وهولع فرن البوتاجاز يدفى وهغطيها وهسيبها 24 ساعة. وافتكروني بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. كل سنة وحضراتكم طيبين. تمام.